بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي طبعا لكل إخواتي وأصدقائي الموجودين إن شاء الله. وآسف جدا على إن شاء الله عز وجل على عدم إن أنا أديلي فترة بصراحة ما نزلتش فيديوهات وما كنتش مراعي خالص القناة بتاعتي، فآسف جدا على التأخير وعذرا. وتاني لكل أصدقائي وكل إخواتي الموجودين معانا إن شاء الله عز وجل وكل مشاركين القناة عندي. النهارده بقدم لكم إن شاء الله تحياتي وبقدم لكم مفاجأة لكل اخواتي ان شاء الله عز وجل. اي حد عندنا ان شاء الله دعم للقناة ان شاء الله. ده معرض ابو قراص للسيارات، ده في الغردقة في شارع النصر، وده بيدي ان شاء الله عز وجل لكل متابعين القناة عندنا ماشي في خصومات وفي هدايا لكل متابعين القناة ان شاء الله عز وجل. واللي محتاج سيارة قسط ان شاء الله عز وجل او تاكسي قسط موجود عند ابو قراص ماشي في الغردقة في شارع النصر. تحياتي لكل اخواتي. النهارده هنتكلم عن تبعيات قرار مجلس الوزراء بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج. ولا القرار ده النهارده ليه تبعيات وله مميزات بالنسبة لكل المصريين بصراحة. القرار ده مش هيخدم المصريين المقيمين في الخارج بس، هيخدم حتى اللي موجودين هنا في مصر. القرار ده بينص على الآتي: إن النهارده بيحق لكل مغترب مصري إن هو يجيب سيارة ليه النهارده من الخارج، وبياخد عليها اعفاء جمركي مقابل ان هو النهارده قيمه الجمارك وقيمه المصروفات اللي بياخد عنها الاعفاء من الدوله، ان هو بيحطها وديعه في البنك لمده تتراوح من 5 سنوات. ماشي، بيتبعت له او بيتبع، انا ما اعرفش لسه هم هنحددوا البنوك او لسه عشان ابقى صادق مع اخواتي. ماشي، بس اللي انا اعرفه ان هو النهارده بيحدد لك او بتحط قيمه الجمارك بتاعه السياره بتاعتك النهارده فين، في وديعه لمده 5 سنوات بدون فائده، وبتصرفها بعد 5 سنوات بقيمتها طبعا، بس بتصرفها بالجنيه المصري بقيمه الدولار في نفس التوقيت. يعني انت مثلا لو الدولار النهارده نقول ب 19.75، جيت انت مثلا الدولار ده رفع مثلا بقى ب 22 جنيه، الدولار ده نزل بقى ب 18 جنيه، هتصرفها بنفس قيمه الدولار في الوقت الحالي، في الوقت في توقيت فك الوديعه بتاعتك بعد ال5 سنوات. طبعا بعد ناس بتقول ان احنا ايه اللي هيعود عندنا هنا في مصر على الناس. اولا الافاده هتكون على الطرفين. النهارده في اسر، احنا عندنا 15 مليون مغترب خارج مصر. ال 15 مليون دول بصراحه لهم خدمات موجوده في مصر، وجاء الوقت ان هو بصراحه يبدا يترد لهم شيء من اللي هم قدموه لبلدهم. هيقولوا له ازاي جمايلهم ايه ده ناس ما لا قدموا ازاي؟ ان انت النهارده تحويلات عندنا، النهارده تحويلات المصريين في الخارج اللي بتخش الدوله ماشي. الفتره اللي فاتت دي كان حوالي 32 مليار دولار محولينهم المصريين المقيمين في الخارج. ماشي، ده حاجه. تاني حاجه الافاده ايه بقى؟ النهارده هو بيجيب عربيه مثلا، النهارده العربيه ده مثلا جايبها مثلا بتعادل مثلا مليون جنيه او 2 مليون جنيه، قيمه الجمرك بتاعها مثلا حوالي من هنقول مثلا 400,000 جنيه أو 500,000 جنيه. 500,000 جنيه دي أنت بتحولهم بالدولار، بتحطهم وديعة في البنك باسمك بالدولار ماشي لمدة 5 سنين. النهارده هو حابب يبيع العربية، والنهارده مش محذر لك بيع العربية. النهارده أنت دخلت بالعربية مصر النهارده ماشي، من حقك ان انت تبيع العربيه في نفس اليوم، ده مفيش مشكله فيه. انت دخلت بالعربيه، ما هو لان في اسر يا جدعان، في اسر هتلاقي فيها 2 و3 و4 ان شاء الله عز وجل يحق لهم ان هم يجيبوا سيارات. ففي بقى بعض الناس هتنتهز الفرصه دي، ان هو النهارده هيجيب مثلا عربيه ليه، عربيه مثلا لاستعماله الشخصي او للاسره، والعربيتين التانيين هيبيعهم في السوق المصري. فهو النهارده هيستفاد بايه؟ بان هو قيمه الجمارك دي النهارده اتحطت وديعه باسمه النهارده في البنك، بقت بتاعته هو. فالنهارده يعتبر ان دي قيمه الربح بتاعته، اللي هو الربح الاساسي بتاعه، اللي هو ربحه من قيمه السياره دي، في قيمه السياره اللي هو جايبها من الخارج. اللي فات علينا هنا ايه في مصر؟ اولا صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده العربيه، النهارده الاسعار العربيات النهارده بقت اوفر جدا عندنا هنا في مصر، واسعار رفعت بطريقه غريبه الشكل، وبدات اصحاب توكيلات النهارده تتحكم في الناس بطريقه بشعه عشان نكون سرعه. يعني انا في احدى التوكيلات ماشي، سيده محترمه حاجزه عربيه وعربيتها جت وراحت تدفع فلوس، قال لها لا انا عايز الفلوس بالدولار. ازاي يا سيدي؟ هي النهارده في مصر ماشي. والست طلعت، الست الفاضله دي طلعت وعملت نشر الفيديو واتكلموا، وبدات جهات من الدوله تتواصل معاه، لان القصه دي بدات هتتكرر عندنا في السوق في مصر. واسعار العربيات بصراحه بدا يتبالغ فيها بطريقه مش يعني، بطريقه زياده عن كده، يعني عن الوقت الحالي بصراحه، يعني على اسعارها الحقيقيه بمعنى صح.
وده احنا اتكلمنا فيه احنا وبعض اصدقاء لينا تاني موجودين على منصات معانا في نفس على اليوتيوب، مش اتناقشنا فيه. ماشي، وبدينا طبعا هم بدأوا طبعا كله انه يقول لك ايه عايزين يا جدعان كله يبدأ في نشر القرار وتوصيل القرار صح للجمهور، للجمهور الداخل الموجودين في مصر والخارج مصر. ان في حاجات بصراحه يعني في مفاجآت تاني. فهو من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها رئيس الوزراء بصراحه، قال لك ده اقل شيء انا اقدمه للمصريين المقيمين في الخارج، ده اقل شيء ليهم وده حقهم على الدوله. فانت الافاده عليك النهارده ان انت النهارده عربيه مثلا، النهارده معاك عربيه هنقول مثلا سكودا مثلا، او معاك فولفو 4 باي 4. فولفو النهارده عامله 2 وكسور، عامله 2 مليون وحاجه. ماشي، انا النهارده ممكن اجيبها النهارده ال 2 مليون وحاجه دي، ممكن لما هتنزل لي انا من بره النهارده وهتنزل لي وهتنزل السوق المصري، ماشي، ممكن هتحصل العربيه النهارده دي مليون ونص. بصبح النهارده عامل تراجع مش اقل من 25%، وده اللي فعلا ان الاسعار زادت بنسبه بارقام مهوله الشكل. فاصبح النهارده ان انت استفدت ولا ما استفدتش. النهارده انت معاك عربيه مثلا هنقول مثلا معاك سكودا، معاك مرسيدس، معاك بي ام، وهتغير ماشي هتجيب حاجه اعلى، بدل النهارده ما كنت بتدفع فيها 3 4 مليون جنيه مثلا في الموديلات او في الفي اي بي الموديلات الاعلى بقى، عشان نكون صراحه. لان خدوا بالكم في ماركات من في رولز هينزل مصر، في بورش، في جاكور هينزل مصر، في عربيات من العربيات الفئه الاولى هتنزل مصر عشان نكون صراحه. ده انا متاكد من الكلام ده مع بعض ناس من الموجودين في الخارج يعني. ماشي، وبضعت ناس حاليا من التوقيتات دي. انا لسه امبارح احد اصدقائي بيكلمني بيقول لي لو حد عايز العربيه انا ممكن اشتريها له واوصلها له لغايه مصر. يعني بدأ هو القرار ده هيبدأ فعالياته ان شاء الله في هبوط الاسعار، مش هتبدأ الهبوط مره واحده، هو الهبوط هيبدأ نزول اسعار السيارات هيبدأ ينزل تدريجيا. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان النهارده انت هتروح تجيب عربيه النهارده مثلا، لو هنقول مثلا هتجيب عربيه مثلا في حدود امكانياتك مثلا في حدود 200,000 جنيه او 300,000 جنيه. النهارده العربيه دي في الاسعار اللي هي اللي بقت موجوده هنقول فيها مش اقل مثلا من 50 60,000 جنيه فرق زياده سعر. انت النهارده يا سيدي لما تهدى كده وربنا يهديك وتصبر مثلا 3 4 شهور ماشي، وتكون بدات الناس تنزل عربياتها وبدا السوق المصري تنزل فيه السيارات بتاعه المغتربين، هتبص تلاقي النهارده اللي انت هتشتريها ب 300,000 جنيه هتيجي تشتريها النهارده ب 200,000 جنيه. خدوا بالكم ده من بصوا من اساتذه موجودين في عندنا هنا في السوق المصري، بعيد عن الاباطره الاحتكار اللي موجودين في السوق. ده كله بيأكد الكلام ده موجود، وموجوده معانا تقريرات، وموجوده معانا الماركات دي هتنزل قد ايه عشان نكون صراحه ماشي، وايه النسب اللي هتنزل في السيارات. فاحنا بنعمل مناشده لكل اخواتنا هنا في مصر، بلاش النهارده تضيع فلوسك وفلوس اولادك ان انت تروح تشتري عربيه النهارده في التوقيت الحالي قبل تنفيذ القرار ما يبدا تنفيذ القرار. القرار هيبدا تنفيذه في تبعات خلال الاربع شهور اللي جايه دي، هتلاقي تبعات القرار وهتشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده زي انا في بعض الفيديوهات. وده انا هتكلم في الفيديو الجاي ان شاء الله عز وجل ماشي، لان احنا عندنا مفاجاتين واتكلمنا فيهم. وكان بعض ناس لما انا اتخنقت وما كنتش برضه انزل فيديوهات عشان ابقى صادق وصريح، كان بتجينا رسائل على الخاص على الواتساب عشان نكون صراحه ماشي، بيتكلموا وبيقولوا ان احنا ايه ان احنا بنتكلم في الحاجات دي بنطبل بالبلدي كده يعني، وبنقول لا، احنا كنا اتكلمنا على مشروع انتاج الذره الصفراء والبيضاء في مصر، وان في شباب عملتها تجارب ونجحت فيها ان هي تزرعها في الموسم الشتوي، وده اللي نفذته شركه بيونير، احدى الشركات الموجوده عندنا هنا في السوق المصري لانتاج التقاوي ماشي. يعني عملوها شباب قبل ما بيونير تعملها وتفصح عنها، كان شباب افصحوا عنها، بس للاسف الشديد هم شباب ما عندهمش امكانيات على ان هم يسجلوا ابحاث ليهم ويعملوا القصص دي. هم كانوا عاملين ان هم عايزين يخدموا ده بلدهم قبل كل شيء عشان ابقى صادق وصريح معاهم. فاحنا كل الكلام ده بنتكلم فيه خدمه لاخواتنا واصدقائنا الموجودين في مصر وخارج مصر ماشي. وبنفس الوقت احنا بنتكلم فيها على ان لينا بعين اصدقائنا عندهم معرض سيارات عشان نكون صراحه ماشي، واتكلمنا احنا وهم، وبداوا ان هم بيدرسوا في القرار وايه التبعيات اللي هي جايه، لان هم فيهم بعض ناس. انا ليا صديق شخصي ماشي حاجز سيارات مثلا من بره ماشي، هو مش يعني الصداقه مش لدرجه الجامده يعني بيني وبينه عشان ابقى صادق مع اخواتي ماشي. فقعدنا بنتكلم معاه، قال لك ان انا هاجل دفعه السيارات اللي انا هجيبها دي من بره لبعد القرار. فانا بتكلم بقول له طب، قال لي لان القرار ده تبعاته هيبقى نزول جامد في اسعار السيارات عندنا هنا في مصر
وده بصراحه ده افضل شيء اتعمل، وان شاء الله عز وجل انتظرونا في الفيديو القادم باذن الله. معايا مفاجاه لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عز وجل. هتكون ان شاء الله افتتاح اكبر مصنع في الشرق الاوسط للرمال السوداء. ده افتتحه ان شاء الله الرئيس، ماشي. وان شاء الله عز وجل نتمنى ان شاء الله عز وجل، وان شاء دايما مصر بخير وشعبها بخير. وطول ما مصر بخير واولادها بخير، العالم العربي كله هيكون بخير. وتحياتي لكل اخواتي واصدقائي الجزائريين والمغاربه. طبعا انا اكتر صداقه بصراحه يعني اخواتي المغاربه معايا في على القناه بتاعتي، واخواتي الجزائريين والتوانسه. وبشكر احدى اصدقائي الخاصين في بيلاروسيا. وتحياتي لكل اصدقائي تاني وتالت. واسف جدا على تاخير الفيديو، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم في افتتاح مصنع الرمال السوداء. وفيديو ان شاء الله عز وجل عن، ويمكن ربنا يكرم ان شاء الله ونستضيف الشباب اللي هم كانوا عاملين التجربه قبل بنور ما تعلن عنها، عشان اثبت لكم. وهجيب لكم الحلقه دي وان شاء الله عز وجل الحلقه موجوده عندي على القناه، وهجيب لكم التاريخ بتاعها عشان انا مش حافظ تاريخها بصراحه يعني، ماشي. وان شاء الله انتظرونا. وتحيا جمهوريه مصر العربيه، وتحيا الوطن العربي يا امه يا رب، واحده يا رب ان شاء الله عز وجل.